ازيكم؟ معاكم احمد هشام من منصة سحابة التعليمية. في الفيديو ده هوريك الخطوات كلها عشان تقدر تعمل الحساب بتاعك على المنصة، وكمان تقدر تسجل دخولك من البداية خالص. ازاي اصلا توصل للمنصة بتاعتنا على جوجل كروم؟ اول حاجة هتفتح متصفح جوجل كروم، وبعد كده تكتب منصة سحابة. هتخش على منصة سحابة دوت ايديو دوت كوم. بعد كده هتدوس على انشئ حسابك لو انت عايز تنشئ الحساب بتاعك، وتدوس على سجل دخولك لو انت عايز تخش على الحساب بتاعك. طب انا معيش حساب، اول حاجة هعملها انشاء الحساب. هيطلب منك بعض البيانات، هنا كل البيانات دي هتملاها مع بعض. في الاسم الاول هتكتب اسمك، في الاسم الاخير اسم والدك او اسم العيله. رقم الهاتف ده الرقم الخاص بيك انت، رقم الموبايل بتاعك. رقم هاتف ولي الامر رقم والدك او رقم والدتك. ومن المحافظات هتختار المحافظة بتاعتك، وبعدين هتختار انت اولى او تانية او تالتة ثانوي، وبعدين هتختار علمي ولا ادبي بالتخصصات بتاعت علمي طبعا. وبعد كده البريد الالكتروني هتكتب ايميل جيميل الخاص بيك. مش معاك ايميل جيميل، اكتب اسمك واسم والدك واي 3 او 4 ارقام، وبعد كده علامة الاد، بعد كده جيميل دوت كوم. كلمة سر هتعمل كلمة سر مكونة من 8 حروف او 8 ارقام، عادي حسب رغبتك مفيش مشكلة. وبعدين هتدوس على كلمة انشئ الحساب. خلوني اروح اعمل كل الخطوات اللي قلت لك عليها، وارجع نفتح الحساب بتاعنا بعد ما ننشئ الحساب مع بعض. ودلوقتي بعد ما مليت البيانات بتاعتي كاملة واتأكدت ان انا كاتبها كلها صح، هدوس على كلمة انشئ الحساب. بعد كده بيقول لي تم انشاء حسابك وتسجيل الدخول بنجاح، اضغط حسنا للاستمرار. دوس على كلمة حسنا.